بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم، معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض ريفيجن على منهج الساينس لمنهج مارس. المراجعه دي على كونسبت 2 لسن 4 وكونسبت 3 ويونت 4 كونسبت 1. ممكن يكون الامتحان بتاعكم على جزئيه مختلفه عن دي، ولكن انك تحل الملزمه دي مهمه جدا ومش هيخرج منها الامتحان ان شاء الله. اغلب الاسئله دي جت في امتحانات قبل كده، يعني الاسئله دي مش جديده، فمهم جدا ان انتوا تتدربوا عليها. في الريفيجن دي انا حطيت مجموعة من الاسئلة، اتمنى ان احنا يعني نحاول نحلها بالترتيب. بادئ انا باسئلة الساينتفك تيرم، واسئلة الساينتفك تيرم هي اسئلة مهمة جدا بنحتاج فيها ان احنا نقرا السؤال كويس ونحاول ان احنا نجاوب. في الفيديو ده ان شاء الله هكتفي بحل الساينتفك تيرم، وبقية الملزمة هتكون فيها معلومات كتير تشبه الساينتفك تيرم ولكن في صور مختلفة، يعني نفس السؤال هيكون تشوز وهكذا. مهم جدا ان انتوا تركزوا. تعالوا نبدأ بأول سؤال. It is phenomenon in which Earth's temperature increases when carbon dioxide gas increases in air. احنا عارفين كويس ان في حاجة اسمها global warming. global warming increase the amount of carbon dioxide gas in air forms layer in atmosphere that trap heat، اللي بتمنع او بتحبس الحرارة على الارض. فالحكاية دي هنسميها global warming. فاول سؤال هنجاوب global warming. It is system in human body that is damaged due to breathing big amount of smog. ايه السيستم اللي بيتأثر بيه التنفس او بيتأثر بيه التلوث الموجود في الجو؟ طبعا هو respiratory system. طبعا بفكركم ان الملزمه دي كلها متجاوبه في الاخر، ومتجاوبه كلها صح، فحاولوا ان انتوا تركزوا كده في كل الاسئله، واللي يقف قدامكم ممكن تشوفوه في الاجابات ورا. وعشان وقت الفيديو ما يكونش كبير انا اخترت الساينتفك، وبقيه الاسئله اللي يقف قدامه سؤال هيبعت لي ان شاء الله على الواتساب. It is a type of rain that is formed when carbon dioxide gas combine with air. احنا عارفين ان في حاجه اسمها acidic rains. ايه هي الاسيديك رينز؟ الاسيد رينز هي عباره عن امطار عاديه خالص. الامطار دي بتبقى عباره عن ان الكربون دايوكسيد كومباين وذ ووتر، يعني الامطار دي اللي نازله، الميه اللي نازله دي الكربون دايوكسيد بيختلط بيها ويعمل خليط بين الكربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون، وده ماده موجوده في الهواء، بتختلط بالامطار، وبالتالي الامطار دي ملوثه بنسميها اسيد رينز. بتعمل death of trees، بتأثر على الأشجار. change chemical nature of lakes، بتأثر على طبيعة البحيرات. change chemical nature of soil، التربة نفسها. فالأسيد رينس دي حاجة ضارة جدا. طبعا الكلام ده شرحناه قبل كده في الشرح، فمهم جدا ان انتوا ترجعوا لفيديوهات الشرح تاني. كمان لو الفيديو ده عجبك يا ريت تعمل لايك عشان اعمل لكم فيديوهات منه كتير. يبقى الإجابة هنا أسيد رينس. type of fuel that when burned produce gases which pollute air. ايه نوع الفيولز اللي لما بتتحرق بتعمل ده؟ طبعا fossil fuels. ممكن نختار هنا زي ما انتم شايفين في الاجابات fossil fuels. mill يعني طاحونة. that turned by water flow. طبعا هنا water flow يبقى water mill. water mill يعني طاحونة ايه؟ طاحونة مياه. mill that operated by wind دي هنسميها windmill. equipment that is used to convert kinetic energy of wind into electrical energy. يا ترى ايه هي الجهاز اللي بيحول الكاينيتيك انرجي للالكتريك انرجي؟ هنا دي اسمها، ممكن هنا نقول ويند بس مش ميل بقى، نقول ويند توربين. تعالوا كده ناخد دي كده عشان تبقى جنبنا دايما. ماشي، الويند توربين
الاجابه هنا هتكون ايه؟ هتكون ويند توربين. انا هكبر لكم دي عشان تكونوا الاجابات قدامكم. يبقى الاجابات ايه؟ الاجابه هنا هتكون ويند توربين. ماشي. نمبر 7. التوربين يا شباب هو عباره عن حاجه زي الطاحونه برضو بتاعت الهواء، ولكن بتبقى هدفها انها تنتج الكتريستي. لو تفتكروا ان احنا لما جينا اتكلمنا في الموضوع ده قلنا ان في اولد ميلز وفي مودرن ميلز او مودرن توربينز. الاولد ويند ميلز والاولد ووتر ميلز دول كانوا بيستخدموا لكراشنج جرينز. يبقى طاحونه الميه وطاحونه الهواء زمان كانوا بيستخدموا لكراش جرينز، ان هم يطحنوا الحبوب. انما مع تقدم الزمن بقت يستخدم التوربينز دي مش اسمهاش ميل بقى، اسمها توربين. الويند توربين والووتر توربين دي قويه جدا، بتشتغل ان الكاينيتيك انرجي اللي هي الحركه، الدوران ده بينتج الكتريستي. الدوران ده عن طريق الهواء بينتج الكتريستي، فكاينيتيك تو الكتريك ده اسمه wind turbine. Help farmers in cold regions to plant crops which grow only in warm climate. اتفقنا قبل كده ان في حاجة بيطلق عليها جرين هاوس. الجرين هاوس دي هي عبارة عن ايه؟ الجرين هاوس دي عبارة عن زي صوبة بيسموها الصوبة الزراعية، والصوبة دي بتبقى يعني عبارة عن بيت كده من الإزاز أو من البلاستيك، هدفه إن هو يخليك تزرع المزروعات اللي بتحتاج حرارة وانت أصلا في الشتاء. لو تفتكروا احنا حكينا في ده، مش فاكر في أنهي درس، بس هي بتبقى عبارة عن مكان كده زي مثلا بيت، والبيت ده ماشي عبارة عن مكان الشمس بتطلع بتنزل على المكان ده، والمكان ده مقفول ليه باب كده ماشي. المكان ده بتنزل أشعة الشمس وتخلي أشعة الشمس جوه موجودة والحرارة موجودة، فتخلي درجة حرارة تزيد. فالمزروعات الموجودة في المكان ده بنقدر نزرع الحاجات اللي بتحتاج حرارة واحنا في وسط الشتاء، لأن المكان ده بيكون حر جدا. فاحنا بنسمي الحاجات دي بنسميها جرين هاوس. panel designed to absorb energy of sun، حاجة بتمتص أشعة الشمس to generate electricity. طبعا دي solar panels. solar panels. natural movement of air that is resulted from difference in temperature between cold and hot air. natural movement دي عملية احنا بنطلق عليها wind ماشي. الرياح هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان الهواء البارد ده بيتصاعد وبيجي مكانه، او العكس، الهواء الهوت raises upward والهواء الكولد replace it او بيجي مكانه. الحكاية دي اسمها wind او الرياح. توربين that use power of flowing air to generate electricity. انهي توربين؟ اللي بيحتاج الاير طبعا ده wind توربين. اللي بعد كده ركزوا في كل سؤال. الملزمه دي تحفه تحفه تحفه، وهي هديه وفور فري. بالمناسبه ممكن تبعتوا لي على الواتساب على الرقم ده تقولوا لي انتوا عاوزين تتابعوا مراحل ايه من اول KG1 لحد secondary 2 تانية ثانوي، وانا هبعت لكم الشرح والملازم. energy that is generated from wind turbines and transmitted through wires. طبعا ده electric energy. turbine that convert energy of falling water. يبقى هنا توربين برضو بس بيستخدم الوتر، ده ووتر توربين. a type of electrical energy generated by wind by water turbine in dams. بص بقى السؤال ده مهم جدا. هو بيقول لي ان في سد، السد ده على نهر ماشي، النهر ماشي، فالتوربينات بتلف اللي هي الووتر توربين يطلع الكتريستي. نوع الالكتريستي ده احنا بنديله اسم بنسميه هيدرو الكتريك انرجي. يبقى الالكتريستي الكهرباء اللي بتطلع من السد اسمها هيدرو الكتريك انرجي. type of dams that is used to generate electricity using flow of water. نوع السد اللي بيستخدم الميه عشان يطلع كهرباء هيدرو الكتريك دام. يبقى الالكتريستي اللي طالعه اسمها هيدرو الكتريك انرجي. نوع السد نفسه هيدرو الكتريك دام.
turbine in which kinetic energy used to generate electricity. طبعا احنا قلنا ده water turbine. السؤال ده متكرر لان هو سؤال مهم. A process in which water changes into water vapor. water يعني liquid water vapor يعني جاز. من liquid لجاز ده اسمه evaporation. من liquid لجاز ده اسمه evaporation. A process in which water vapor change into water. water vapor ده جاز او اللي water ده liquid. from gas to liquid ده اسمه condensation process. ماشي، ما ننساش الكلام ده. بعد كده بحاول اجيب لكم الاجابات عشان اسهل عليكم شويه. main energy which is produced from generator that are connected to both water turbines and wind turbines. ايه نوع الانرجي اللي بيكون موجود في الووتر توربينز والويند توربينز؟ طبعا ده electric energy. اشهر سؤال عندنا main source of energy ده طبعا sun. المصدر الاساسي لكل انواع الطاقه هو الشمس. turbine that uses power of blowing air to generate electricity. التوربين اللي بيستخدم الباور بتاع الاير عشان ينتج electricity طبعا ده الويند توربين. equipment consists of panel made of black pipes that is used to heat water in house. ده اسمه solar water heater. يبقى عبارة عن سخان بس بيعتمد على الشمس. turbine in which kinetic energy of moving water used to generate. طبعا ده water turbine. قلت لكم السؤال ده متكرر كتير لأنه مهم جدا. process by which water change into water vapor. water احنا قلنا liquid water vapor يعني جاز. بالliquid لجاز اسمه evaporation. natural movement of air that is from difference in temperature احنا قلنا ده wind. كتير من الأسئلة بيكون متكرر لأهميته إن هو جه في أسئلة كتير أو جه في امتحانات قبل كده كتير. The deep valley curved by flowing water. يبقى مكان عامل زي شكل الفي كده وموجود بسبب إن المياه ماشية في المكان ده. ده اللي احنا كنا بنطلق عليه كناين. الكناين أو الأخدود ده بيبقى طريق المية شقته نتيجة إن المية ماشية في المكان ده فعملت الشكل اللي احنا بنسميه كناين اللي احنا درسناه مع بعض. طبعا الكناين كان ليه أشكال واحنا اتكلمنا عنه في درس لوحده. ماشي، لو تفتكروه ويا ريت ترجعوا تاني للأسئلة دي عشان تدربوا عليها. rocks that are found near shoreline. الصخور دي بنسميها coastal rocks. عندنا مصطلحين مهمين، مصطلح اسمه erosion ومصطلح اسمه weathering. الweathering هو تكسير الصخور وده شرحناه لما كنا بنشرح في الأسئلة نفسها. خلي بالكم ان انا في الريفيجن بحل الأسئلة انما في الشرح كنا احنا بنشرح التفصيل بقى. ماشي، المهم احنا عندنا حاجة اسمها weathering. الweathering ده هو تكسير الصخور. طب بعد ما اتكسرت بتتنقل. النقل ده احنا بنطلق عليه erosion. يبقى كلمة weathering هي التكسير، النقل نفسه اسمه erosion. الweathering ده التكسير كان ليه ميكانيكال وكيميكال واحنا اتكلمنا عنه قبل كده. process in which rocks are broken into smaller particles ده اسمه weathering. يبقى التكسير ده اسمه weathering خلاص. انما النقل process in which small broken rocks move from one place to another بعد ما اتكسرت بسبب الامطار. ما هي الامطار نزلت كسرت الصخور وبعدين اتنقلت ده اسمه erosion بقى. يبقى نمبر 29 ده erosion. طب بعد ما اتنقلت هتفضل ماشيه كده على طول ولا هتترسب بقى في مكان؟ يعني بعد ما اتكسرت واتنقلت هتنزل بقى في مكان ده اسمه deposition. يبقى process in which sediment are dropped in new location by action of wind water gravity ده اسمه deposition الترسيب. part of plant grow inside cracks of rocks. جزء من النبات بينمو جوه الصخور ده اسمه roots الجذور. a type of weathering through which acid leaches dissolve
مينرال روك. نوع الويذرنج ده ايه؟ احنا عندنا نوعين من الويذرنج، نوع اسمه ميكانيكال ونوع اسمه كيميكال. الميكانيكال هو التكسير بدون تغيير المكونات، يعني مثلا امطار نزلت كسرت الصخره لكذا قطعه، او مثلا جذر بتاع او روت بتاع بلانت كسر الايه الصخره. كل ده او الماء او الجو البرد مثلا كسر الصخره، كل ده تكسير والصخره زي ما هي، ده بنسميه ميكانيكال. انما كيميكال ويذرنج ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ان حصل تفاعل كيميائي في الروك نفسه غير من تركيبته وخلى الصخر يتكسر بسبب التغير الكيميائي. ماشي، يبقى ده اسمه، يبقى هنا a type of weathering through which acid leaches dissolve the chemical weathering. A type of cave that formed when dissolved mineral of rocks combine again in new shape. لما الصخور بيعاد تشكيلها تاني، دي اسمها لايمستون كيف. وهوف كده بتتكون في الجبال. A process through which water forming ice and the crack of rocks، اللي العملية اللي من خلالها المية بتكون تلج في الصخور، دي عملية الفريزنج بروسيس. يعني liquid to gas، liquid to solid process in which large rocks broken into small pieces. طبعا ده weathering، التكسير ده اسمه weathering. طبعا عندنا انواع كتير او اجزاء كتير من الاسئله. عندنا بقى اسئله التشوز، اسئله الكومبليت، الترو اور فولس، جايب لك اسئله جيف ريزون، وكلها ايه اسئله مهمه وجت في امتحانات قبل كده. في اسئله متنوعه، ملزمه غنيه جدا وملزمه مهمه جدا. اتمنى لو عملتوا لايك كتير على البوست ده اعمل لكم فيديوهات من دي للحل اكتر، وهنكون مع بعض في الفاينل ريفيجن بعد ما نخلص المنهج. اتمنى تبعتوا لي على الواتساب تقولوا لي يا مستر احنا عايزين نتابع مراحل ايه من اول كي جي 1 لحد تانية ثانوي، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات من دي كتير. بتمنى لكم يا رب كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.